الرحمن الرحيم. رحمة ونور على شهداء مصر وأبطالها الثمانية اللي ماتوا في حلوان. الحملة اللي ماتت في حلوان. أنا اسمي شعبان صلاح الدين أحمد فؤاد، مواليد القاهرة الزيتون، وعلى اسم المواطن المصري، ومشهور في المنطقة اللي أنا فيها حاليا بالطيب، شعبان الطيب. وحاليا أسكن في الخنكة، الجبل الأصفر، علبة الهادي، وهوية مصر، وأرفض الإرهاب، وأتحزن على الثمان أبطال الذين استشهدوا في حلوان. ويا داعي أو ما وراء داعي أو ما له صلة أو مصلحة في هذه الجريمة البشعة، بقول لمصر، بقول لكم مصر مش هتقع. ولو انتم رجالة تعالوا صفوني أنا كمان، وعنواني قلت لكم عليه، ومنزلي عليه صورة للأربع رؤساء: جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، واللي كيدكم السيسي. لو رجالة تعالوا اقتلوني يا شوية زبالة، وإن شاء الله كلكم سيتم القصاص عليكم، كل من جميع داعش في الداخل والخارج. وعلى فكرة ملحوظة لشعب بلدي وللوطن وللناس اللي هي بتحب البلد دي، أنا عندي حل لمشكلة استهداف حملات الشرطة في أي مكان، ولكن ما ينفعش أتكلم جهرا. في ناس تعرف الكلام ده كويس أوي، ما أقدرش أتكلم عليه دلوقتي. وإلى كل من يسمعني ويؤيد صوت الحق وليس صوت القتل، لأنه سيطولكم لو أيدتوه، وتتنالون منه لو رفضتوه. تحيا مصر، تحيا الثمان شهداء، يحيا السيسي، يحيا الشعب المصري، يحيا أحمد دخلية، يحيا الجيش. غصب عنكم يا شوية كلاب، انتوا واللي وراكم.